البنية اللي تخطبك والبنية اللي يجهز لك المهر وتسوي لك أرقى عرس وانت قاعد. وهاي الفكرة تفيد شبابنا. أغرب عادات وتقاليد حول العالم، حطونا لايك ومتابعة. الهند بيها أحد الديانات وأغرب عادات وتقاليد بيها. البنية إذا انعجبت بالشاب هي اللي تروح تخطبه، تاخذ أهلها ومشية مرتبة وتروح تتقدم للولد، وأهل الولد هم يشرطون على البنية. أول شغلة يريدون ضمان لابنهم، ثاني شي سيارة تتكفل بمصاريفه إذا كان طالب، وإذا كان قاعد بالبيت منه الموعد الزواج. وفعلا من يوافقون على ذن البنود، البنية تروح هي والشاب هي اللي جهزه من ذهب ومن كل شيء. ومن ترجع البنية بيوم الزواج تكون ليلة الدخلة ببيت البنية، وأبو البنية هو اللي يستقبل العريس بالعسل وبالزبادي وبالورود. وفوق هذا الضيم كله أبو العروس وأخوات العروس وأخوان العروس وولد عم العروس يلبسون اللون الوردي، فقط العروس تلبس اللون الأحمر، وهنا يزفونه عليها رغم هو ببيتها. وورا فترة هي العروس نفسها تسوي وليمة وتسوي حفلة خاصة للعريس على حسابها الخاص. يعني ذن كلهن البنات تسويهن. يعني شباب تفكرون مثل ما أنا أفكر؟ يعني بدل ما هنا 10 ب10 ويشلع قلبك تروح غادي هي تخطبك وانت قاعد، وحدة تنعجب بيك تروح تخطبك. شنو رأيكم؟ طبعا عادات التقاليد كلش غريبة بس مالاتنا يخبلن. شنو رأيكم ومن يوافقنا الرأي؟ هناك أحسن لو هنا أحسن؟ كتبوا لنا بالتعليقات. البنات في خطر.